هلو جايز، اليوم راح اعلمكم كيف تخلي ايديتك من كذا الين كذا. اوكي، حتى مع المايكرو ما اعرف العب، بس انت راح تستفيد منها. اول خطوه لازم تحمل برنامج اللي بحطه لكم في الديسكربشن مع النوت حقه، بحطهم في الديسكربشن. بعدها نسوي نيو سكريبت، نروح هنا نيو سكريبت. بعدها نختار اي اسم، مو شرط تختار اسم طبعا، بس انا حطيت مثلا مايكرو ولا اي شيء. بعدها نخش على الفايل اللي حطيته في الديسكربشن. الشيء الوحيد اللي تحتاج انك تنتبه له هو لازم تغير الزر الاديت اللي تستخدمه. هنا محطوط الاف، انا استخدم الار فحطيته ار بس هذا اللي تغيره. بعدين نسوي له كوبي وتروح على الفايل تسوي edit النوت باد، بعدها بيست. بعد ما تحط بيست تسوي له سيف وتسكره. بعدين تروح على الفايل وتسوي له run script من الاعدادات، لازم تسوي له مور بعدين يطلع لك run script. بعدها اخر حركة لازم تسويها عشان يشتغل معاك، لازم نضيف هذا الزر اللي هو select building edit وتحطها بي. كذا راح يشتغل معاكم المايكرو. واللي ما يعرف المايكرو وش يسوي راح اشرح لكم على السريع كيف يشتغل. طبعا اذا انت بتسوي اديت لازم تضغط زرين اللي هو الاديت والسلكت اديت. في هذا اذا سويت المايكرو بس تحتاج انك تضغط الاديت وهو يسوي سلكت لحاله فيعطيك اديت سريع، بس انا ما متعود عليه. شوفني ماي جاد، اصلا انا ما العب اللعبه بس انه عجبني هذا المايكرو وحبيت اشاركه معكم. واذا استفدتوا منه اعطوني لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واذا تبوا فيديوهات جديده او مايكرو على الكنترولر اكتبوا في الكومنت.